اوضح اللي حصل معايا في الكوره يعني. انا واحد من الناس كنت عامل عقد في البنك الاهلي 5 سنين. المهم العقد بتاعي لما كنت بتمرن في الفريق الاول هم ركنوه في الدرج، يعني رموه زي ما يعني مش معايا لوحدي، عملوا كده مع لعيبه كتيره يعني. فالمهم رحت اسال الكابتن طارق مصطفى هو العقد بتاعي اتسجل امتى؟ قال لك بكره، بعده اسبوع 2 3. المهم الموسم خلص ما اتسجلش. ايه الموسم الجديد يا كابتن؟ عاوز اعرف انا هاخد كام، عاوز اعرف انا هاخد كام. يرد الكابتن استاذ محمد عبد المنعم وحماد هاشم، تمام؟ يقول لي انت اخرك 50,000 جنيه في السنه، يعني انت ماضي 5 سنين، يعني في الشهر حوالي في 5000 جنيه. ودول ال 5000 دول معلش في الكلمه والله ما يعملوا حاجه في الزمن ده. فالمهم قال لك ده اللي عندنا. واستاذ محمد عبد المنعم قال له لو انت هتعرف، وقال لي والدي لو انت هتعرف تمشيه يبقى اعملها كده، انا كده كده ممكن اقعده في البيت. فالمهم الكابتن طارق مصطفى يرد يقول لي والدي انت عاوز تركب ابنك المرسيدس؟ طب لا انا عايز اركب المرسيدس، ما كنت شرطت على النادي ان ابنك يعمل عقد في النادي، وابنك ما كانش لاعب كوره الا عشان خاطرك. فبصراحه حسبنا الله ونعم. بص يا ابني، هي المشكلة مش مشكلة طارق مصطفى ولا إداريين ولا فنيين ولا أي حاجة. هي مشكلة منظومة احنا عايشين فيها. وأي حد يقولك السوشيال ميديا دي رمت علينا الزبالة أو رمت علينا الزبالة جوه الناس أصلا. يعني السوشيال ميديا دي يا دوبك وضحت بس اللي جوه الناس عامل ازاي، لا أكتر ولا أقل. إنما هي المنظومة كلها بايظة يا ابني. سواء انت كلامك صح سواء انت كلامك غلط، هي المنظومه كلها بايظه، مفيش حاجه فيها مش بايظه. كل المنظومه بتاعت الكوره كلها بايظه، فما تنتظرش حاجه من منظومه الكوره في مصر عامه.